على فكرة الأخت الفاضلة التي لقيتني الآن قالت لي قول للناس، لأن دي ممكن تبقى شبهة، مصادر التمويل منين؟ والله أنا هقول لكم بصراحة حاجة تضحك، بس هي صريحة يعني بصراحة. أنا في الأول خالص طبعا الواحد ما كانش على ذهنه أصلا خالص حاجة زي كده، أنا بس لما لقيت الدنيا رايحة في اتجاه معين وفاضل شهرين ونص، كنا ساعتها مصدقين إن الانتخابات في 6 أشهر، كنا مصدقينهم ساعتها. لا الحقيقة مش أنا اللي كنت مصدقهم، الناس يعني كانوا مصدقينهم. إنما ففي الأول كنا بنحاول فعلا نشوف فلوس وصرفنا، وفعلا يعني بعضنا أفلس من ليه؟ لأنه واحد يملك مثلا 100,000 جنيه وصرف ال100,000 جنيه. إنما ده كان في البداية. إن شاء الله. الله يفتح عليك، هو ده كده، ربنا يبارك فيك. هو ده الواقع الآن يا إخواني، هو ده الواقع الآن. أنا والله العظيم أقسم بربي أنام بالليل وأصحى الصبح ألاقي حاجات معمولة. أنا والله الحاجات اللي أنا شايفها دي، الصورة اللي شايلها أخونا الكريم والتيشيرت اللي لابسه فلان وكده، أقسم بالله ما أعرف لا مين اللي عملها ولا بفلوس مين ولا طبع مين، أنتوا اللي عاملينها مش أنا. فنعم، فجزاكم. فإحنا دلوقتي ما بنصرفش حاجة خالص. أنا يعني ما بصرفش حاجة خالص، فعلا ده الواقع. إنما جاء وقت نعم كنا نحاول أن ننفق، وأنا بعتقد أن أنا أقل الناس إنفاقا. وهذا الكلام أنا لو أنا داخل دلوقتي دمياط، عدد العربيات اللي واقفة دي منتظرة وكل واحد جاي، أنا لا أملك لأحد شيئا. وعلى فكرة أنا برغم تأثري ودمع عيني على الناس اللي واقفة في المطر جزاهم الله خيرا في هذا الاستقبال، بس بقول لكم أنا مش هقدر أرد لكم شيء من هذا الجميل أبدا، لأننا نريد أن احنا محتاجين نعمل عهد نموذجي، مفيش حد فيه بيحابى ولا فيه حكاية وسايط ولا فيه واحد ما هو ده أصله له فضل كذا. إذا ما عملناش كده هنكسر ثقة الناس في القيم، الحاجة اللي فضلة اللي نفسنا نحققها. فأنا بقول لكل إخواني اللي واقفين معايا، وبعضهم طالع معايا من القاهرة من 3 أيام نفسه يرجع يغير هدومه، لأن احنا اتبهدلنا. احنا المؤتمر دلوقتي بقى بجاكيتة، كل مؤتمر جاكيتة تتمزع ونخلص واطلع ادخل. فناس والحقيقة دول أنا بقول لهم يا ريتني، لكن أنا لن أستطيع حتى لو تمكنت، فإنني ليس أمامي إلا أن أسوي بين الناس جميعا في الحقوق، وليس وأنا بقول لكم الكلام ده دلوقتي في الوسع، وكل واحد يقدر يلف ويديني ظهره وما يكملش معايا. أنا بقول الكلام ده دفاعا عن قلبي، علشان ما حدش أبقى استخدمت قوته في وقت أنا أحتاجه وبعدها أقول له العدل أو المساواة. لا، يشهد الله أنني أريد أن يرزقنا الله بعهد نموذجي ليس فيه انحراف واحد ولا محاباة. ليه؟ عشان عملة سيدنا أبو بكر اللي قال إن الضعيف هيتحول إلى قوي لغاية ما حقه يوصله لغاية عنده، والقوي اللي عارف إن أنت مش عارف بتكلم مين هيتحول إلى ضعيف طول ما في جيبه مليم لواحد. فإذا ما أدى الذي عليه يعود قويا مرة أخرى. هو ده المجتمع.